دكتور سعد، سؤال على الطاير، هل الزكمة، الجيوب الأنفية، المشاكل اللي حول الرأس وحواليها يأثر على العيون، يسبب غباش، يسبب مشاكل في العيون؟ طيب سؤال جميل جدا، خصوصا مع تغير الأجواء الحين. أنت عارف الحين كل البيت تلقاهم كلهم طايحين، يا العيال جايبينها من المدرسة يا تلقاهم مصاخين، هذا يسحب هذا وكثير منهم بدوا يلاحظون في مشاكل اللي هو احمرار في العين تجيهم بعد مع الزكمة هذه. طيب الاحمرار اللي يجي هذا أنا أسميه عشان سهل الموضوع زكمة العين، فيسبب أحيانا مع الزكمة تجي معها باكج، احمرار في العين، تدميع، إفرازات سواء صغار ولا كبار. وأحيانا تبدأ في عين ثم تنتقل للعين الثانية لأنها معدية باللمس. وبالتالي كل الناس الأمور سهلات، أهم شيء حافظوا على نظافة العين. إذا هو في ألم ولا انتفاخ ولا نقص في النظر زوروا طبيب عيون قريب منكم. غيرها الأمور طيبة، كمادات باردة وترطيب وعلاج الزكمة الأساسية بس وتروح الأعراض هذه والمشاكل كلها. مرة الأمور طيبة، لكن نظافة اليدين بعد مهمة عشان العدوى. تمام. الكمادة تكون كمادة باردة مو حارة. كمادة باردة عشان تقلل من الحكة، الحارة لا ما ننصح فيها مع وجود الزكمة. شكرا يا دكتور سعد يا حبيبي، الله يحفظك يا حبيبي. شكرا، الله يسعدك.